السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لاباطا فخوي ولا ليغوم اللي تيجيو راقيين في المنظر وسهلين في التحضير. تنحتاجوهم في لي زانيفرسير وبزاف المناسبات. بالنسبه للمقادير تنحتاجوا لهم 200 غرام ديال السنيده، 4 المعالق عصير الحامض، 5 الاوراق جيلاتين، ولا غوم اي الروح اللي بغينا. انا هنا استعملت البيستاش، وجوج معالق ديال عصير التفاح. انا استعملت هذا النوع هذا ديال العصير. تنحتاجو شويه سنيده للتزيين، والمول ديال السيليكون اللي غادي نستعملوه على حسب الشكل اللي عندكم. اول حاجه تناخذ واحد الاناء فيه الماء بارد وتنفزقوا فيه الوراق ديال الجيلاتين. تنخليهم على جنب وتندوزو للتحضير. تناخذ واحد لاكاسرول تنديروها فوق من النار، نديرو فيها سنيده و4 معالق ديال عصير الحامض، معالق كبار. تنزيدو عليهم 2 معالق ديال عصير التفاح، نحركوا هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. ونضيفوا ليهم الروح اللي بغينا. انا هنا استعملت البيستاش، تقدروا ديروا الفريز، البنان او اي حاجه عندكم. نستمر في التحريك فوق من النار حتى تذوب سنيده وتنسجم الخليط كامل. هيا هنا سنيده دابت صافي. تنحيدو من فوق من العافيه. تناخذوا ورق الجيلاتين تنعصروهم من الماء وتنضيفوهم على الخليط وهو سخون. تنحركو مزيان باش تذوب الجيلاتين على هذا الشكل. صافي. وتنبداو نعمرو في المول ديال السيليكون اللي اختاريتو. على هذا الشكل. نحاولوا نعمروهم حتى للحاشيه الفوقانيه، ولكن بلا ما نخرجوا على الحاشيه باش يجي الشكل ديالهم مقاد. تقريبا هاد المقادير تخرجوا لينا 24 وحده من هذا الحجم. تنحاولوا نقادوه مزيان صافي، ونخليوه يبات ليله كامله غير في الهواء، ما نديروه لا في الثلاجه لا والو. من بعد ليله كامله تنحاولوا نحيدوه من المول وندوزوه في هذيك السنيده اللي خلينا. ومن الاحسن تكون سنيده من النوع الرقيق باش تجي زوينه في المنظر. على هذا الشكل. نعاودو واحده اخرى باش تشوفوا مزيان. هذا هو الشكل ديالهم. وتنستمروا حتى تنكملوهم كاملين. انا هنا كنت حضرت الوان واحده اخرى، هذه بالنعناع وهذه بالفريز. تقدروا تستعملوا المذاق اللي بغيتو. شتي تيجيو على هذا الشكل هذا.
نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتدعمونا بلي لايك ديالكم.